اما بالنسبه للشكل الثالث عندي هنا 500 غرام ديال اللوز اللي قشرته وحمرته في الفران مزيان حتى ولا على هذا الشكل، وهرمشته حتى ولا ليا على هذا الشكل هذا. وعندي نصف كاس شاي ديال الحليب المحلى المكثف ونصف شاي ديال العسل. غندوزو للطريقه. هانتوما على هذا الشكل درت سميتو الكاسرونه ديالي فوق العافيه، والعافيه خاص تكون مهيله باش ما يتحركش لينا، وكنبقاو كنحركو فيه حتى كتعقد لينا الخليط. عاد كنطفيو عليه، كنبقى كنحرك فيه حتى كيتحمر ليا كما كيبان لكم. يعني هذاك العسل والحليب المحلى كيتكراميليزا ها كيفاش كيولي. دابا غنطفي عليها هكا، نجيب معلقه ونحاول نضغط عليها مزيان. اذا كان في زياده نحاول نقص شويه. نعاود واحده اخرى. ونحاول نبسطها غير بيديا، لان المعلقه كتحيد ليا. وغنعمر مزيان. هانتوما على هذا الشكل غنكمل انا جميع سميتو الخانات اللي عندي، لا من هذا ولا من هذا، وغندخلهم للثلاجه حتى يشدوا مزيان راسهم، يعني غيبقاو يتحيدوا بسهوله. ونتلاقاو باش نشوفوا حاجه اخرى ان شاء الله. واما الشكل الثاني اللي غنعمرو بالنوغا اللي صوبنا باللوز، حتى هي غنجيبو واحد الكميه وغنحاولوا نضغطوا مزيان على هذا الشكل كما كيبان لكم. وغنجيبوا النوغاتين اللي درنا بلا ما نطيبوها، هذه اللي درنا بلا ما ندخلوها للفران عفوا، اللي بالعسل والكراميل، غنلصقوها عليها كما كتشوفوا. والمهم هو انني خاصني نضغط عليها باش يلصقوا مزيان على هذا الشكل، وحتى هي ندخلها للمجمد حتى تجمد ليا مزيان تشد راسها. عاد غنحيدها ونلصق عليها وحده اخرى من الجهه الاخرى. اما بالنسبه للتزيين عندي هنا 250 غرام من المربى الفراوله، وملعقتان كبيرتان من الجلوكوز. غندوزو للطريقه. فوق النار غندوبو الجلوكوز حتى يذوب ليا مزيان، وغنضيف عليه دابا المربى الفراوله بعد ما داب ليا على هذا الشكل. وغنخلط مزيان العناصر وكنبقى كنحرك فيها حتى كتغلى ليا المربى ديالي. عاد نطفي عليها النار والعافيه. كما كتشوفوا راه بدات تغلي، الا شفتوا من الجناب بدات كتطلع مع الغليه. بارك عليها. غنطفي عليها وغنجيب الحلوه ديال النوغاتين ديال السمسم
والنوغاتين اللي درنا باللوز والعسل والحليب المحلى المكثف. غنجيبو المربى، هو مازال سخون، وغنعمرو الخانات بهذا الشكل. كما كتشوفوا انا غنعمر كلشي وغنخليهم حتى يبردوا، يشد سميتو المربى يشد راسو، عاد غنتلاقاو باش نشوفوا حاجه اخرى ان شاء الله. اما بالنسبه للشكل الرابع، عندي هنا تقريبا واحد 300 غرام ديال اللوز اللي قشرته وطحنته، ما محمرش هذا، غير قشرته وطحنته على هذا الشكل. عندي الزبده الدائبه، وعندي روح ديال القهوه او نكهه القهوه، والحليب المحلى المكثف. غندوزو للطريقه. اول شيء غنديروها، غناخدو 2 معالق ديال الزبده الدائبه، ونصف ملعقه من روح القهوه. نديرو غير شويه لان هي مجهده، ما بغيناهاش تكون يعني مجهده اكثر من القياس. غنخلط هاد العناصر مزيان، وغنبدا نجمع العجينه ديالي بالحليب المحلى المكثف. غنبقى نزيد شويه بشويه حتى تجمع ليا العجينه. غنزيد حتى نتحصل على العجينه ديال اللوز على هذا الشكل كما كتشوفوا. يعني نحاول نشكلها تشكل ليا بسهوله، هانتوما كما كتشوفوا. يعني غنحاول نكمل انا بنفس الشكل، بهذا الشكل هذا، يعني نكور العجينه ديال اللوز كلها بنفس الطريقه، وغندخلهم للثلاجه تقريبا ساعتين في الثلاجه حتى يشدوا راسهم مزيان. عاد غندوزو باش نزينوهم ان شاء الله. من بعد ما خليت الحلوى ديال اللوز وبنكهه القهوه في الثلاجه حتى بردات ليا مزيان وشدت راسها قصحات، عندي هنا الشوكولاته الدائبه ذوبتها في حمام مائي. غنحط الحلوى اللوز الشوكولاته على هذا الشكل، وغنحطها في الورق الزبده حتى تنشف، باش تنشف ليا مزيان. من بعد ما خلينا حلوى اللوز على هذا الشكل شدت راسها مزيان، يعني الشكلات جمد. عندي هنا في لابوش درت الشوكولاته اللي دايبه، غنحلها واحد شويه وغندير خطوط من الشوكولاته. واما بالنسبه لعجينه صابري هذا الشكل الخامس ان شاء الله، عندي هنا 120 غرام ديال الدقيق الابيض، 70 غرام من مسحوق السكر ولا سكر كلاصي، قبصه ملح،
صفار بيضتان، 90 غرام من الزبدة اللينة، نصف ملعقة صغيرة من خميرة الحلوى أو بيكنج باودر 3 غرام، والساشية ديال سكر فانيليا أو الفانيليا السائلة. غندوزو للطريقة. في الوعاء أو بول نضيف الدقيق، السكر الناعم، سكر الفانيليا، ملعقة صغيرة أو نصف ملعقة صغيرة من خميرة الحلوى أو بيكنج باودر، صفار بيضتان، وقبصة ملح. نمزج العناصر جيدا. ودابا غنضيفو الزبدة وغنبداو نرملو فيها بالاصابع ما غنعجنوهاش، غير غنرملوها حتى تجمع لينا، حتى نتحصلوا على العجينه على هذا الشكل. الا ما بغاتش تجمع لكم كانت مازال رخوه، زيدوا ليها الدقيق شويه بشويه، يعني ما تجريوش ديروا دقه واحده بزاف شويه بشويه حتى تولي لكم على هذا الشكل كما كتبان لكم. وما خاصناش نعجنوها، غير نجمعوها. وغنديروها في بلاستيك غذائي، غندخلوها للثلاجه تقريبا 30 دقيقه 30 دقيقه. عاد غنخرجوها باش نشكلوها. على هذا الشكل غندخلها انا للثلاجه نص ساعه ولا 30 دقيقه، عاد غنخرجها باش نشكلوها ان شاء الله. ومن بعد ما دازت عندي نص ساعه ولا 30 دقيقه استخرجت العجينه ديالي ديال صابلي. دابا غنمشي باش نسرحها. ندير هنا ورق الزبده على هذا الشكل. نجيبو المدلات وغنسرحها غير بشويه لان شاده راسها هي بارده. تنحصل على العجينه رقيقه كما كتشوفوا، لان هي راه مازال فيها الزبده. غتدخل للفران وغتزيد تنفخ لينا واحد شويه. غناخذ هذا العبار هذا. اول شيء غنوري لكم المول اللي غندير فيه الصابلي ديالي. عندي هذا المول هذا اللي الرقم ديالو نقول لكم SF 014 SF 014. هذا هو المول. وبالقطاعه غنبدا نقطع على هذا الشكل. غنحيدها غير بشويه لان هي ونجيبو المول. غنحاولوا نلبسوها فيه ونقادوها مزيان. كما كتشوفوا على هذا الشكل. واما بالنسبه للتزيين عندي هنا 150 غرام ديال الشوكولاته البيضاء دوبتها في حمام مائي
وعندي هنا 50 غرام ديال الفويتين على هذا الشكل. غتمشيو عند اي بائع اللوازم الحلويات غتقولوا ليه بغينا الفويتين، غيعطي لكم. هو داير بحال هذا الشكل. الا ما كانش متوفر عندكم الفويتين تقدروا ديروا رقائق ديال الذره، يعني ديروهم مزيان، تحكوهم مزيان ما بين يديكم حتى يولي لكم هكا رقاق بزاف. وغنزيدوهم على الشوكولاته ديالنا. نمزجوا الخليط مزيان. وغنجيبوا الصابلي ديالنا غنديروا فيهم تقريبا نصف ملعقه صغيره من الشوكولاته البيضاء مع الفويتين. وباش نزينو من فوق عندي هنا 100 غرام ديال الشوكولاته الذائبه و100 غرام ديال الكريمه قابله للخفق. غنسخن الكريمه وغنزيدها على الشوكولاته، ومن بعد ما سخنت لا كريم ديالي غنضيفها على الشوكولاته وغنحرك العناصر جيد حتى كنتحصل على الخليط على هذا الشكل. دابا غنجيب الصابلي اللي كنا عمرناه بالشوكولاته البيضاء والفويتين غنعمروه من الفوق غير بشويه. على هذا الشكل. وغنزينو بنصف حبات الكاجو وحبه من الزبيب او العنب الجاف وقليلا من الفويتين على هذا الشكل. غنكمل انا كل شيء بنفس الطريقه ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. وهذا هو البلاطو ديالنا. كنتحصلوا على البلاطو على هذا الشكل هذا على 7 اشكال، وكل شكل يعني كيجي رائع جدا. كلهم باللوز كما قلت لكم. تقدروا تعوضوه بالفول السوداني ولا الكاوكاو. وكنتمنى من كل قلبي ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم فيديو ما تنساونيش بلي لايكات ديالكم واشتركوا في القناه الا مازال ما مشتركينش. ضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد، وبارطاجي ولا شاركوا هذه الفيديوهات مع الاحباب والاصدقاء باش تعمم الفائده باذن الله. وإلا كان شي سؤال ولا اي استفسار خليوه لي تحت في لي كومونتير وانا مستعده نجاوب على كل شيء. وشكرا لكم. فرصه اخرى ان شاء الله.